الكلام بقى اللي هقوله دلوقتي هيزعل مني كل موزز التيك توك. شوف يا صلاح، بقول لك ايه، انا سنجل وبقالي فتره الموضوع بايظ معايا، ما انا عشان كده طالع اتكلم معاكم بمزاجي. انا عندي كام سؤال كده ليه علاقه بالبنات بتاعت التيك توك، او البنات يعني بتطلع على التيك توك. تفتح يا اخويا الفيديوهات كده تلاقي بنت زي القمر كده، جميله عسوله شقيه قطه بترقص كده، وبص عليها حته رقص يا واد، شويه رقص ايه يغسلوا الواحد من جوه كده. السؤال بقى، لو البنت القمر الجميله اللزوزه الحبوبه اللي انا شايفها عماله ترقص دي قدامي كده، بترقص لي انا وهي بقى مراتي، انا ههيص وانبسط ويا واد يا واد. بس السؤال بقى هو ازاي تبقى مراتي؟ انا فاهم ان انا ههيص ان انت لو رقصتي لي بالمنظر ده، ما انا مبسوط بالمنظر ده عشان انا نفسي حد يرقص لي كده. فانت دلوقتي رقصتي كويس، تمام، ده حقيقي، انا اشهد لك الصراحه. انا وماما وباهل وبلبل، ما المصيبه في كده ان باهر وبلبل والناس دي كلها شافت الرقص مش لوحدي. يعني انا دلوقتي هي عجبتني بشكلها برقصها بكلها كده، فانا بقى حبيت يعني اخد خطوه بقى، انا عايز اتجوز البت دي. بعدين اخد مع نفسي لحظات كده واقول طب ازاي؟ ما انا حتى لو اتجوزتها انا مش هتهنى، ده البت عليها واحده الحكومه اديتها كده. زائد ان الميزه التانيه فيها هو مش الرقص بس، لا، في حاجه عزيزتي المشاهد احب اعرفها لك. احنا كرجاله نحب جدا المياصه، وتعالي نقول ان هي اكتر من مياصه بتبتدي بحرف العين. يا قليل الادب يا اللي فاهمني انت، اللي هي بتبقى عباره عن كده، دي فاهمه؟ فمياصه مع رقص جميل مع شكل حلو مع كل ده بقى، انا تمام، عاجبني جدا، يلا بينا نتجوز. ازاي؟ انا مش بسأل عشان انا عايز، انا بس سألت ان انا افرض لو يعني جالي تساؤل كده، ولان الرقص ما كانش ليا لوحدي فكلنا شفناه وكلنا اعجبنا بيه وكلنا ابدينا راينا وكلنا عظمه على عظمه يا سيد. فهارد لك طبعا لسعيد الحظ اللي هيدخل، معرفش ازاي هارد لك وسعيد الحظ، ولكن هو هيبقى يومه اسود اللي هيتجوزها. انت هتنبسط، انا اضمن لك بصراحه، انا بصراحه شفناها كلنا، البنت لا رائعه، انت هتاخد بنت كده كلنا عارفين ان هي كويسه، بس انت بقى اللي فاضل تعرف ان هي كويسه. احنا نعرف انت لا، وللامانه احنا السبب. ايوه اسمع مني، احنا حيحانين، احنا سناجل، احنا مش لاقيين حاجه نعملها. ده حيحان بيعمل لها لايك وده وانا حيحان بعمل لها لايك. هي تستاهل اللايك الصراحه، انا ممكن اعمل لها لايك ببطني، خدي لايك. احنا السبب. وهي البنت الذكيه عارفه ازاي تجيب اللايكات، وانا اقعد 3 ايام افكر في فيديو واجيب في افكار وانزل الفيديو ما يجيبش غير 1000 لايك. بنت الكلب تطلع تهز تجيب مليون، وانا واحد من اللي عامل لها لايك في المليون. انا بقول لك احنا السبب يا صلاح. فبجد جاوبنا على السؤال ده، ان انت لو مكاني وشفت البنت دي وحبيت ان انت تتجوزها تعمل ايه، وبين اتجوزتها هيبقى موقفك ايه؟ بلاش اتجوزتها، تعال نقول ارتبطت بيها، ونفتكر مش انا اللي عايز ده، انا بتساءل معاك ان لو ده حصل. فتحياتي لنساء الدنيا.